ده واحد من أول أجهزة الكتابة والرسم الميكانيكية اللي استخدمها المهندسين زمان من غير كمبيوترات ومن غير كهرباء، وبرضه كان بيكتب حروف وأرقام بدقة عالية كأنها مطبوعة. ومن حوالي 70 سنة قبل ما يظهر أي برامج رسم هندسي، المهندسين كانوا بيعتمدوا على الجهاز الصغير ده عشان يكتبوا العناوين والملاحظات على الرسومات بدقة محسوبة بالملي. اسمه عدة الكتابة لوروي أو لوروي ليترنج سيت. رغم شكله البسيط، هو معمول من 3 أجزاء: قلم تتبع ودراع ميكانيكي بنظام نسب، وقلم رسم دقيق. المهندس يمشي بقلم التتبع على قالب الحرف، والدراع الميكانيكي ينقل الحركة لقلم الرسم وينسخ نفس الحرف بالظبط على الورق بنفس الحجم وبنفس زاوية الميل، وكل ده بالميكانيكا بس. وقتها ما كانش فيه كنترول وزد. غلطة صغيرة كان ممكن تضيع رسمة كاملة أو تخليهم يعيدوا الشغل من الأول تاني. عشان كده الجهاز ده كان رمز للدقة في العصر الصناعي. هو مش برينتر ولا كمبيوتر، بس فعلا كان واحد من أهم الأدوات اللي مهدت العالم للتصميم الهندسي اللي بنعرفه النهارده. لو تعرف حد عنده الجهاز ده أو استخدم الجهاز ده قبل كده، قول لنا في الكومنتات. وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.